فين وصلوا الحجر الأسود اختلفوا بيناتهم وبداو تيقولوا يعني شكون غادي يحط هذا الحجر الأسود، شكون هي القبيلة ولا الفخدة كما تنقولوا حنا بالدارجة اللي غادي يكون عندها الشرف باش تهز داك الحجر وتحطه بلاصتو. اختلفوا بيناتهم وكانت غتنوض واحد الحرب كبيرة بيناتهم، يعني وصلوا هزوا السلاح وكانوا بغا يتضاربوا بيناتهم، يعني ما بين البطون ديال قريش والقبائل ديال قريش. ناض أكبرهم اللي سميتو أبو أمينة وقال لهم غادي نحتاكموا الأول واحد غادي يدخل من داك الباب، باب بني شيبة، أول واحد غادي يدخل غادي يحكم بيناتنا. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام. فين دخل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم فرحوا، لأنه عارفين الخصال ديالو وعارفين يعني الحكم ديالو، وكلهم تيهتفوا الأمين ارتضيناه الأمين ارتضيناه. قالوا ليه يا محمد أجي حكم بيناتنا، وحكوا ليه كل شيء. قال لهم غتاخذوا واحد توب كبير، جابوا واحد توب كبير وجيبوا لي زعيم كل قبيلة من قبائل قريش يشد من قنت، يشد من بلاصة. وناض النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وهز الحجر الأسود وحطه في داك الثوب، ومشات يعني رؤساء القبائل كاملين هازين داك الحجر إلى الكعبة، وخدا النبي عليه الصلاة والسلام عتاني هز الحجر وحطه بلاصتو، كان ليه الشرف باش يحط هاد الحجر بلاصتو. ماشي النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده الشرف باش يهز الحجر الأسود، ولكن الحجر الأسود اللي تشرف بالحمل ديال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انطلاقا من هذه الحادثة ديال إعادة بناء الكعبة، تنحسوا بحال أن الكعبة المشرفة تتجدد الرسالة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تستعد الرسالة ديال النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما بقى لهاش بزاف، يعني باقيين 5 سنوات وتبدأ الرسالة ديال رسول الله.